في عندنا كمصريين اول يوم رمضان ده في بيبقى ساعات بيت العيله، في ناس تحب هي خلاص انت بقى عندك عيله فانت اللي بتعزم انا وخلاص بعزم. انت تحب تعزم. ده اللي بيحصل. اه اول يوم رمضان دايما باكد ان احنا كلنا مع بعض فيها. يهمك قوي عيلتي انكم وعيله ميرال تفطروا مع كلنا بعض. مع بعض. طبعا ميرال بتبقى متجننه بقى، الطبيخ اول يوم بقى رمضان بتحسب ده اصعب بقى يوم. اصعب يوم. وانا عايز اقول لك حاجه، كل رمضان بيعدي دلوقتي بيبقى اصعب من رمضان اللي قبليه كصيام. اتعب قوي من الصيام صراحه، بس يعني ربنا بيسهلها الحمد لله. انت مش مدخن اعتقد؟ لا لان دايما ما بتمشيش التدخين مع ان الواحد يبقى رياضي او مهتم. بطلت التدخين. انا في وقت ما كنت بدخن بس انا بطلتها تماما. اصعب حاجه في الصيام بتبقى ايه؟ يعني دايما الناس تقول لك السجاير او الكوفي بتبقى هي اكتر حاجه المعنى ايه اكتر حاجه بالنسبه لك بتبقى صعبه؟ انا بالنسبه لي الميه، لان انا كده انا يومي بيكمل رمضان مش رمضان انا بكمله. يعني بصحى برضه فجر، بعمل رياضتي، بجري، بعرق، بتعب، كل حاجه ده الصبح اكون مخلص برضه قبل 3 كل ده بيبقى. فببتدي بقى عايز بقى ايه، عايز اشرب ميه، عايز اعمل هايدريشن يعني. فهي دي اللي بتفرق معاك. فهي دي اللي بتفرق من الناس معايا. العصبيه في الصيام، في ناس بتبقى قله السكر في الجسم بيبقوا عندهم عصبيه شديده يعني. طبيعه البني ادم ممكن لما بيبقى جعان بيتعصب، لما بيبقى ناقص ميه بيبقى يعني متعصب. فلا بس انا بس ما توصفش نفسك ان انا وانا صايم ما حدش يكلمني يعني. لا خالص، وما بحبش ده. ما تحبش فكره، ما بحبش الفكره اللي هو بقول لك ايه انا صايم، اللهم اني صايم. بقينا نستخدم اللهم اني صايم كانها حاجه نيجاتيف، حاجه مش حاجه كويسه. اللهم اني صايم دي كانت بتبقى ميزه. اللهم اني صايم مش هعمل حاجه وحشه، مش ان انا مش هعمل حاجه خالص. اللهم اني صايم دي بتبقى يعني بتبقى حاجه يعني انا صايم، يعني انا في ليفل روحاني عالي جدا. فيعني ده الوقت اللي احنا ممكن نقعد مع بعض فيه، في فكر مختلف. اثناء الصيام دي بتبقى في حاجه لفتت كده، حاجه بتبقى جميله قوي. نرجع بقى اللهم اني صايم انها تبقى حاجه حلوه. اللهم اني صايم. انت بتطلع في السوشيال ميديا الحقيقه بتقول اراء مبنيه على خبره وعلى اللي انت وصلت له وقناعاتك، وفي منها كتير يخص الصيام، الصلاه، طريقه الحياه. لكن بيجي في الكومنتس بقى في ناس كتير ورا الكيبورد بتكتب كومنتس تبقى يعني ما يطلق عليها كراهيه، يعني حوار فيه كراهيه. انا ما مريتش بده. ما بتدورش على الكومنتات بعد اي حاجه انت بتقولها؟ لا بدور، ببص طبعا على الكومنتس علشان مهم قوي عندي الناس اللي السبب في ان انا اقدر اقول على نفسي نجم او مشهور. الناس دي تعني لي كتير جدا، فانا دايما بحب اسمع ارائها، ردة فعلهم وارد على كل حد على قد ما اقدر. فانا لحد دلوقتي لحد النهارده، شوف انا كام سنه في الشغل ده، انا ما جاليش اي حاجه نيجاتيف. ما فيش دايما اي حاجه. الكل الفولورز بتوعك وحتى عايز اقول لك حاجه، لما بيبقى في مثلا كومنت مستفز وكده انا برد عليه بطريقه لطيفه جدا وبضحك على قد ما اقدر. بضحك على حاجات كده. هو لو حد مثلا عايز يخش بتريقه ممكن تاخديها على نفسك قوي، او ممكن تبقي يعني شايفه الحياه ابسط من كده، ابسط من كده. ويعني مش ضروري ان احنا نضيع اي لحظه في يومنا بزعل. فمهم قوي الابروتش ده، يعني ما تخشش في خناقات فارغه على السوشيال ميديا، ما تخشش في مهاترات بقى ورد انا ما بخشش في ولا مع انا بشوفك مع زملائك ما فيش خالص اللي هو البوست اللي هو يعني بيدي تلميح لحاجه فالتاني يرد عليه بوست تاني، ما بتخشش انت خالص. لا بس انا مش عارف، هو في ممثلين بتعمل كده؟ ما اعتقدش يعني. ما يعني في البعض يعني بيبقى شايف انه بيعبر عن رايه في حاجه، وفي ساعات المواضيع بتتداخل ما بين ممثل فنان، حاجات شخصيه حاجات عمليه. بس طبعا الصحافه بتحب عايز اقول لك لسه سامع كان في خطبه بيقول ان احنا لازم دايما لما نسمع يعني دلوقتي الكلام عن الناس بتبقى حاجه مش كويسه. ففي حاجه تانية دلوقتي، احنا لما بننشر حاجه او بنعلق كومنت على حاجه على السوشيال ميديا دلوقتي احنا بنطبق ده على العصر بتاعنا ده. برضو احنا لازم نكون مراجعين نفسنا كويس جدا. نعرف المصداقيه بتاعت الخبر ده قبل ما ننشره احنا، قبل ما احنا نفروضه للعالم بتاعنا، نبقى احنا واثقين قوي من اللي بيتقال. وبعد كده انا بقى باخدها خطوه زياده، بشوف
انا لما انشر حاجه زي كده هتضايق حد، او الهدف عامل التوازن، يعني الايجابيه فين والضرر فين. فلو الايجابيه اعلى بكتير جدا ممكن اعملها. لو في ضرر او حتى البني ادم، يعني لو حاجه مش لطيفه، حتى لو الخبر صح، انا مش هفروضه، مش هنشره، علشان انا مش عايز الفكر اللي يغم كده على الناس عامه يعني. فبحب ان دايما تبقى بوزيتيف، مش عايزين نيجاتيفيتي. اوصل الخبر ده بس بطريقه ايجابيه. ايه اللي بالنسبه لك خط احمر غير مسموح انك تقرب منه في حياه تامر هجرس؟ هقول لك يا رباب، الخط الاحمر ده دايما بيحجمنا قوي وبيخلينا في مرحله بدائيه في حياتنا. فهو الخط الاحمر ده مش عايز اقول لك عليه هو خط احمر. عايز اقول لك انا ما عنديش خط احمر، انا ليا بليفز، يعني في حاجات انا مؤمن بيها وحاجات انا واثق منها وحاجات انا بحبها جدا في حياتي. لو حد هيمس حاجه من الحاجات دي اراءه الشخصيه، حقه، دي حريه، وانا مش هتضايق منه، انا هتضايق له، مش هتضايق منه، انا هتضايق له. الراجل اللي هو او الست اللي هي متضايقه او بتقول كلام مش كويس، ده بيحتاج حبنا اكتر من الناس القريبه لنا. ده مهم قوي يعني. لا الامثال اللي انت بتعمليها في حياتك، لو انت هتمشي تدي حب لكل حد، بتبتسمي لكل حد كل يوم، الابتسامه ثواب. فانا لو ببتسم على بني ادم كل يوم، لو راجل كبير لو راجل شاب لو واد صغير، وما بيدينيش وش وما بيبتسمش وما بيعبرنيش ما بيردش السلام، انا كل يوم لما اشوف البني ادم ده برضه هبتسم وبرضه هصبح عليه. ليه؟ علشان انا اتربيت كده وانا تكويني كده، فانا هفضل كده ومش هخلي حاجه زي كده تغير فيا انا حاجه. وبمرور الزمن هتلاقي الشخص ده هيتعلم منك انت الصح. اختيارك واحنا دفعنا ثمن اختيارك. انكل نو بليز، انا ما اسمحلكش. انا مش صغير عشان كده باخد بالي من كل التصرفات اللي بعملها. كل الاديان حرمت القتل والسرقه والكذب واكل الحقوق ما بين الناس وبعضيها، وانا وشيناز وامي بنكتب على بعض يمين وشمال. كلنا ضد الابتزاز والاسفاف ومع الحريه. الروتين هو اللي مخليكي ثابته في مكانك مش عارفه تتحركي. انا كنت عارف ان العلاقه اللي ما بيننا تبقى اعمق بكتير. احنا في بيزنس والبيزنس فيه خسائر، وقصاد ده انا فاتح لك حنفيه فلوس ما بتخلصش.